السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. التحدي النهاردة هيكون مع ابني أحمد وياسين. أحمد ضد ياسين، أحمد الكبير وياسين الصغير. هيكون التحدي على طبقين مكرونة كبار واتنين وفرختين حلوين ومحشي كرنب. كل واحد فيهم لازم ياخد فرخة وياكل من الكرنب ويخلص طبق المكرونة بتاعه. تحدي الصعايدة يا جماعة أحلى تحدي هتشوفوه، تحدي الصعايدة. الأكل بجد، الأكل بنفس. الاتنين جايين من الغيط شقيانين تعبانين، جايين جعانين، هيدخلوا يفترسوا الأكل إن شاء الله بنفس. أحلى تحدي. يلا قولوا بسم الله ونبدأ التحدي. عايزين تشرفونا وتشرفوا رجالة الصعيد وترفعوا راسنا كده وتخلصوا الأطباق اللي قدامكم. يلا نسمي بالله، كل واحد يدخل على طبقه كده. أيوة، أحمد داخل سخن. الهنا والشفا يا حبايبي، ما تضيعوش وقت بقى، يلا على الأكل على طول. احنا بقى كل اللي خلف الكاميرات وفي الكواليس بتاعتنا كلنا جعانين بقى، بنتفرج عليهم بشهية كده، يعني بنقول يا ريتنا احنا مكانكم. الهنا والشفا طبعا يا حبايبي. المكرونة مولعة طبعا ومشطشطة خالص، يعني هما تحدي، فعلا تحدي، كتر خيرهم يعني بصراحة. والحمام سخن والكرنب برضو سخن. ياسين لساعة بيلف في الشوكة، خايف من سخونية المكرونة. لا لا، انتوا صعايدة، لازم الصعايدة يثبتوا اعملوا له لايك بالله عليكم ياسين يا جماعة، واحمد كمان شجعوهم. عايزين نوصل كده ل1000 لايك ان شاء الله على الاقل، يعني فضلا وليس امرا. سامحوني يا حبايبي، مكتره لكم الشطة فيها عشان تفتح نفسكم كده، شقيانين وتعبانين. يلا يا رجالة، يلا يا رجالة الصعيد، يلا يا صعايدة يا حلوين يا جامدين، ادخل بقى على الحمام. كل واحد بيبص في فرخة التاني اكبر ولا لا. الاتنين يا حبايبي زي بعض، والله الاتنين زي بعض. ياسين زيه. يلا ايوه، بالهنا والشفا. يلا حلوة يا حبيبي، حلوة والله، حلوة زي العسل. حشو طم احمد زي العسل. يلا هي بتتاكل من البطن، دي بتدخل نصها في البق على طول. يا رجالة بقى ما تكسفوناش. ايوه ايوه يا حبايبي كده، هنا والشفا. الله عليكم الله. في الجولة اللي فاتت اللي كسب ياسين، كسب احمد في بتاع فتة الرواق والدجاج. كان ياسين اللي كسب احمد، واحمد قلنا عقابه غسيل المواعين. اما ياسين بقى هيبقى عقابه كنيس البيت. وهنعمل قلنا فيديو لاحمد هو بيغسل المواعين، برضو هنعمل فيديو لياسين هو بيكنس البيت عقابا للخسران. يلا يلا ياسين، كل احسن ان احمد يغلبك. احمد شكله خلاص هيخلص، وانت يا احمد عشان ما تتعقبش تاني. يلا عشان الواد ياسين ما يشمتش فيك ويقول هيصبن المواعين، تبقى سد بسد. ايوه 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 كده. شطار يا حبايبي، شطار، احلى صعايدة، احلى صعايدة، احلى صعايدة.
كلها الفرخة بتتاكل يا حبيبي، مش حساب حاجة. اللي هيسيب منيها هيبقى خسران. وقولوا لنا في التعليقات عايزين نعمل تحديات على ايه، ولو عجبتكم الفيديوهات التحديات برضو قولوا لنا يا حبايبي. وما تنسوش الاشتراك واللايك. سخنة سخنة خالص، كله مولع. ما هو الرجالة كده لازم تاكل الأكل سخن. أنا والشفا يا حبايبي. جلاليبهم الصعايدة بقى ايه، والدنيا هايصة معاهم. أحمد شكله ايه جعان أكتر من ياسين، فخلص بسرعة. بس يا حبايبي الكرنب السخن ده أنا عامله لكم باللحمة المفرومة ومشطشطاها برضو زي المكرونة. شايفين يا جماعة، والله العظيم جبار. اعمله لكم برضو في فيديو ان شاء الله باذن الله، وهصوره لكم وانزله لكم بالخلطة بتاعت ام احمد. خلطة جبارة. كده التحدي حاسة ان هما ابتدوا يشبعوا. خلاص التحدي كده يقرب ينتهي. احمد خلص طبقه للاخر، بس لسه بقى الفرخة فاضل. ياسين احسن اكون ظلمت ياسين، مليت له الطبق اكتر من لازم. انا قلت دول رجالة هيقدروا بصراحة، رجالة الصعيد بيعملوا اي شيء. شكل التحدي هينتهي ان يكون احمد اللي كسب. باين عليك يا ياسين انت الخسران. انت ياسين اللي هتكنس البيت المرة دي. لسه ما كلتوش الكرنب، فهسيب بصراحة العقاب بتاعكم للمشاهدين. هما اللي هيحددوا عقابكم هيكون ايه. يا اسامحكم يا اعاقبكم، لان انتوا ما كلتوش من المحشي الكرنب لسه حاجة الا كام واحدة كده. واللي بيلفلي في الملعقة. لا يا حبايبي لا، انتوا رجالة مفروض محشي الكرنب ده كله تخلصوه. خلاص استوب بقى، مادام ما شبعتوا كده كفاية، انتهى التحدي. هتاكلوا تاني عايزين كرنب؟ قالوا لا. اكتفوا كده. انا حاسة ان ياسين احمد اللي كسبان، ياسين الخسران. لان طبق المكرونة زي ما هو ما كلش من محشي الكرنب بقد احمد. فاحمد الكسبان في الجولة دي. فرحان عليه يا ياسين؟ فرحان عشان هتكنس البيت؟ قول لهم سلام.